أوقفت عناصر شرطة أيت ملول يوم الثلاثاء 14 من مارس 2023 مواطنا تركيا يبلغ من العمر 44 سنة، كان موضوع بحث دولي من قبل السلطات القضائية البلجيكية من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية. وكانت عملية تنقيط المواطن التركي من قبل شرطة أيت ملول التابعة لولاية أمن أكادير قد كشفت عن أن الموقوف موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية البلجيكية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي بالسجن صادر في حقه على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية وفي تورطه في غسيل الأموال. ومن أجل ذلك تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بهدف إخضاعه للإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تفيد المعطيات الأمنية التي تم الكشف عنها. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إيقاف المواطن الأجنبي وتسليمه للشرطة الدولية يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، تخلص المعطيات ذاتها.